في شركات كتيره مالتي ناشونالز واسامي كبيره، انا مش حابه يعني اذكر الاسم، بس بتدي دايما افضليه، لا انا عايزه راجل. ليه؟ علشان الراجل مش هيخلف، مش هيولد، مش هيقول لي انا عايزه اروح بابي تعبان، ابني تعبان، انا لازم اقعد معاه، مش هيقعد 9 شهور. يعني ده واقعيا موجود فعلا ولحد وقتنا هذا ده بيحصل. اسامي كبيره جدا، مش بس مالتي ناشونالز، مش بس اس ام ايز، لا كل حاجه. وللاسف الماجوريتي في مصر هي اس ام ايز، سمول اند ميديوم انتربرايزز، هي الشركات اللي اقل من 500 اللي اغلبنا بيبقى شغالين في حاجات كده. للاسف دي ما بتبقاش في رقابه قوي عليها زي المالتي ناشونالز، فبتلاقي فيها اكتر من فايلنس للرولز دي. ايفن المالتي ناشونالز فيها الحاجات دي يا جماعه، بس بتبقى مستخبيه، بتبقى انت عارفه مثلا الهايرنج مانجر بينك وبينه، لا بصي يعني ما بتتقالش علانيه يعني، لكن بيبقى جوه الناس ضمنيا فاهمه ان ده السيستم. ولو ما اهلكيش انت كانترفيور عشان انت بنت، هو هتلاقيه بيختار على اساسها. فاكيد في عندنا مشكله كبيره في الحته دي.